دونك شاركنا الى جزء ديالنا في لغه الصباح. حاولنا في مسابقه الاسبوع العربي حاولنا نكمل اللغه العربيه بالخط العربي. حاولنا نوفر الخط العربي، نعاون صغيراتنا قوانين الخط العربي وتكوين لوحه فنيه. كانت تجربه ممتازه مع صغيراتنا مع تلاميذنا، وان شاء الله برافو. وتحصلوا على المرتبه الثالثه عربيه تنافسوا مع 15 فريق عربي، وما شاء الله صغيراتنا تحصلوا على المرتبه الثالثه. بالنسبه للانجاز العالمي عالمي ولأول مرة في تونس، أنه تفضل مدام هادية قدم لنا الإنجاز بتاعها. يسعدني. لحظة تصور هي في روحها ديريكت شو هكا. أي صباحي يعني شوفوا خلينا نشوف الفيديو. هذه في المنصة الخاصة بوالد هادية الإنجاز هو أني نخدم برشا على التطبيقات، من بينها تطبيق الوكلت. أنا سفيرة تطبيق الوكلت، وجايزة العبيدي أيضا توأمي سفيرة، ومن فرد ما نخدم عليها والحمد لله. فوجئت بإيميل جميل أن يقول لي أنك عالميا كنت صاحبة أكبر عدد مجموعات على وكلت هذه السنة، وهبطوا فيديو التفاعل عالمي كبير جدا، وهو في إطار العمل. أنا لم أسعى للجائزة، أهم حاجة شنو؟ $50 وهدية $50 كهدية يعني تشجيعية. الحقيقة هي وكلت حاجة رائعة جدا، تطبيقة مجانية، تطبيقة هي عرفت خزنة لكل شيء. فير بريفي تنجم تحط تصاور عرسك، تصاور أولادك، تصاور العيد، كل شيء مخبي بالشرنية بالسفاكس بالكوبة بالكدمة، وتنجم تكون مشترك كيما باش ناخذ ان شاء الله تويكا نوريكم. يكون عمل تشاركي مع تلامذتك مع اصحابك، ينجم يكون على مستوى عالمي، والتطبيقه مجانيه بكل الامتيازات نتاعها. والحقيقه يعني تخول لك العمل مع التلميذ، تخول لك العمل، تخبي دكتوراتك، تخبي دروسك، تخبي اوراق الدار، تخبي الصداق، تخبي كل شيء وكلت، وما ينجم يراهم حتى واحد الا اذا حبيت كيما راهو توا تتقاسم عمل مع اصحابك. اذا ان شاء الله هديتنا لكم اليوم وكلت بسرعه ان شاء الله، الكل تعملوا حساب بسرعه في العمل. لكن انا حبيت نقول حاجه اهم حاجه. اجا مدام جيزي، مدام جيزي بحداها، مدام غرفه اجا بحداها، انه راهو ريتو اللي وصلته الانجاز اللي وصلته مدام هادي، وكذلك مدام جيزه، مدام غرفه، مدام ملاك، راهو في وقت ما كانوا في مكانكم انتوما، راهو انطلقوا من الصفر. et je dis bien انطلقوا من الصفر وفي ظرف وجيز جدا. مدام انتصار اللي كانت هنا بحداكم وقتاش انطلقت؟ ملاك ديسمبر عام ما شاء الله، في ظرف وجيز جدا. راهي المثابرة وتؤمن بروحك، فقط الإرادة. أصعب حاجة هي الإرادة، تؤمن بروحك راهو توصل. وأنا بدي كنت مكان، أنا بدي تخدم بمحبة، تخدم بمحبة، ربي يعطيك الصدق، تكون الحصاد جميل. إذا نرحبوا بكم، إذا ونبداو مع بعضنا إن شاء الله هدية إضافية كذا. طبعا اللي بدكم دي أهم الحاجات اللي تسحقوها على وكلة. تنجموا تدخلوا طبعا يوتيوب، حط وكلة توأم تونس، توجدوا أكثر من 30-40 محاضرة على وكلة فيها كل التفاصيل من الصفر حتى لين تنتج كل أعمال ممكنة على وكلة إن شاء الله. تفضل. إذا سننطلق كلنا نمشيو لمنصة ويكلت
كلكم الناس الكل اللي ما عندوش حتى الحاسوب بالهاتف حتى في نفس بالهاتف الوقت نجم. تعمل حساب بالهاتف. سهله برشا استعمالها بالهاتف بالحاسوب عن بعد معناتها مثل كل شيء بامتياز ان شاء الله. واحدة واحدة ما تخافش معاك. مش صعبة مش صعبة. نعمل اكونت. هو ابراهيم حتى عنده الاكونت، انا عنديش نعمل في البيت ندخل برايفت. نتابعوا معانا هناك ان شاء الله نكون نعملوا حسابات على واكلت. سكروا ديك فوالا ادخل خليني نشوف. والباقي فيها كتطبيق مجاني. ثم تطبيقات اخرى جميله جدا ولكن مدفوعه الثمن. كلنا نشتغل واكلت مجاني. سنة. ويت ماهيش ابليكاسيون، هي فيها ابليكاسيون على التليفون كيما الويكيبيديا كيما الواحد، اما تخدم على الكالكولاتور الاكونت اللي باش تدخل بيه تدخل لنا بجوجل اللي هو الجيميل بتاعك. اسهل حاجه تساعدك اكتب الايميل بتاعك، نتبع الخطوات مع ملاك. معايا مانيش ننزل، انا ما نزلتش طبعا. خلي الكل تخبيها في وقت جوايز الدنيا الكل. سينو باش شكون يعطينا الايميل نتاعو ما عندوش كونت نبداو بالكونت نتاعو نخدموا بيه. شكون يحب يبدا نحلوا له كونت ونبداو ثاني الخدمه. شكون يعطينا الايميل نتاعو؟ اجا مدام خاطر احنا عندنا احنا عندنا اي بابا غالي يتحلك راه بعد على الايميل نتاعو عفوا يبدا جاهز الحساب. ايميل اي هذيك المشكلة. البيت شفت المدرسة الكل ديجا لا الليميتي هذيك الحاجة الباهية. الليميتي لا. انا في عام عملت 232 كوليكسيون مجموعه في الاعداد. نجم تعمل كوليكسيون ولا بلاش زاد؟ يعني بشكل كبير انت وتملك وتعمل فصول وتقسم التقسيم نتاعك حسب المواد، حسب مثلا القريه العربيه نحو واحد وصالح واحد وبريفي وبوبليك. الفروض السلاح نتاع الفروض نتاعك الكوبين تاع الدوار نكون خدام باش وقت خاطر لي فوتو البورتابل تاعها باش تقسم يخدم خدمة الجوجل درايف. ريت الدرايف بليميتي انت تنجم تحط فيه. هذيا هاي هذيك الابليكاسيون انستاليها. ما يجي تكون على الكونت فين ميساج نستلي بعض عباها مش انستغرام. قبل ما نسليها كيفاش؟ نجم نخدم قبل ما نسليها. تولي هي تطلب عليك وقتها باش تعمل انسكريبسيون فيها ميساج سبا انستاليها انستاليها هيك انستاليسيون حتى انا ديريكت شاده. انت ادوكيتور كانتري ادخلي تعمل مع الميت اللي موجوده فيها. كانتري تونيزيا تلقاها موجوده جوست على الفلاش نزل. هو تطبيق انجليزي بريتش. فما اي بعد بدل اي حاجه تبدل فيها ممكن بعد تعمل بروفيل تلوج على اللون. خليه ديما الميل محلول شو اللي يدخل اوتوماتيكمون مش حتى كان نسيتو المود باس ما عادش تولي مشكله. ديما كي تعمل المود باس اعمل انجستري هاديه نخليه ديريكتور. لا عادي انا عليك انت. اذا الناس كل نحطوا الجيميل نتاعنا وبعد المود باس
عمل ويتلت. اكتب ويتلت. أول عمل اشتغلوا مع عمل كيف educator. اي كلنا باش نختاروا educator. educator مش بدك تدخل students. حط الكونتري بتاعك، حط الرو، تي انزل تي كوليج تونيزيا. تختار المدرسة ولا البيو بتاعك بعد انت تختار كيفاش حتى بعد تقبل الانفورماسيون. تحب تعمل دي كوليكسيون دي كلاس ولا تعملهم دي بادلت بريفي. تحصلوا 8 بادلتس تولي في الكوميونيتي ليدر، ومن بعد شوية تدخل امباسادور وبعد تولي تدخل كيفاش؟ كنا بكري قبل 2015 و 2014 حتى ال 2018 يخدموا على البادلت. تسمع بالبادلت هي البادلت ولات عندك حق في 10 شوفوها 5 ولا 10 برك. دونك لازم الفلوس هذه طلعت اي حاجه تحب تخبيها عادي. ريت تصور على ليفينمون هذا تعمل بادجت تسميه مثلا اي حاجه على ليفينمون تحبطها ستوري تحبي تجيك الناس كل يشوفوها تحبها لك انت تريدي تشاركها بالشير بالايميل ما تنجم تخدم بادجت سوري الكوليكسيون تخدمها ايميل نتاع ناس معينين تبعث لهم تولي كولابوراسيون. كيفاش؟ تنجم تهبطها على فيسبوك. بعدين الابليكاسيون تاع اليوم كثروا عليك ما نجمش بعد خاف تخليه تلمهم الكل تنظمهم تهبطوا فيهم لي كومونتير جاي تحسن على الخير. هي ستيل بدل ما تمشي حلوه معناها اي حاجه تخبيها فاهم عندك تخبيها فيه. الواتساب اللي عملناه امبارح عملنا الواتساب توا الكوليكسيون هذه باش نحطوها في اليوم نحطوا اليوم نتاعها الناس الكل تحط كل حاجه صارت في التجديد اللي عملناه. يا ملك اكد عليهم مش ديما يتاكدوا اللي هي بوبليك خاطر بريفي راها حد على البوبليك ديما يثبتوا اللي هي بوبليك باش تترى خاطر تنجم تهبط حاجه وبعد يقول لك تطلع انت عملها فهمت. نهبطوها يا جماعه الكوليكسيون بوبليك معناها اي واحد يدخل على واكلة يراها بالتالي ما نهبطوش فيها حاجات خاصه ما يسميش تعمل حاجات خاصه بالصور الملتقى وما هبطناه احنا على البوبليك في صفحه الجمعيه. لا نحكي على هي فيها اوبسيون بوبليك وبريفي. اي فوالا وريها هذيك بعد في التقاسم وفي كيفاش تخبيها. انا قداش مره انا نغلط فيها عملت شخص خروج تصور اولادي تصور عز اختي تصور المسيو ولا المدام باش نخبيهم. انا نعملوا كوليكسيون بريفي ما يراها حتى واحد كان انت ما ينجم حتى واحد يدخل لها حتى واحد نفسه ما ينجموش يدخلوا لها. تحطوا كريت كولكشن هاي حطينا العنوان وباش نمشيو نزيدوا مثلا صور. اول ما نبدا ناخذ صوره عندي الخيارات نتاع الصور اما ابلود ان ايمج من الحاسوب والا ديزاين ويز كانفا والا نختاروا جيفي والا نهبطها. نمشي مثلا نعمل ابلود ان فوتو مثلا ونجي لهذه ونحطها
ياسر عليهم ملاك استنى اتاكد منهم شوفهم اللي ديما واحده واحده انا نمشي. اي لا شوفهم باهي. مريقلين ولا لا. هاي التصويره اللي حاطينها. ملاك نبداو بالعنوان. اي بديت بالعنوان انا ما باهي نرجعوا نرجعوا خاطر مش لاهين بيك فهمت ملاك ما مش لاهين بيك. كل شيء بالوقت نتاعك. باهي. نبداو بالعنوان. هو العنوان. إذا شفنا هنا فيرست تايتل بتاع الكوليكشن نحطوا عنوان للكوليكسيون تاعنا نحطوا تجديد البيداغوجي. التجديد البيداغوجي نحطوا العنوان التجديد البيداغوجي. شكون وصل المرحلة هذه معنا؟ والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي. زمن الذكاء الاصطناعي. نصور فيك ديريكت ايش تحب اكثر من هكا. كاريزما لا ذاك هو التجديد البيداغوجي زمن هذاك سمحه اي إذا كتبنا العنوان أبداهم بالديزاين. نمشيو الناس الكل كلمة ديزاين. ديزاين. باش نختار ايمج. انا نختار الصورة. يعني واحده مانيش نزل. باش نحط كفر. نختار أي صورة حتى اللي عندك مسجلة ونستوعب باش نتبدلها. اي حط كفر من التصاور اللي صورتوهم اللي عندك في الحاسوب. ولا على هو التجديد على الملتقى مثلا تصويره نتاع الملتقى. نجم المكتبة نتاع وكلة نفسها تكتب التجديد البيداغوجي يعطيك تصاور من عندهم هم تحط أي تصويرة. يعطيك هو دي فوتو في البيبليوتيك من عندهم هم من وكلة. اكتب الفوق. فيت ولا. تختار الشروط. فوالا. هاكش نمشيو بالمرحلة مازالوا ما عملوش شيء. باهي بعد الفوتو يا اما من الحاسوب نتاعك ابلود والا تاخوها من المكتبه نفسها نتاع وكلت. تكتب تجديد بيداغوجي يعطيك برشا تصاور كيما عملت ملاك. باش نعمل خذ من الحاسوب ملاك. خلينا من الحاسوب خليتها خذ ابلودينغ من الحاسوب. عملنا الابلود. هاي هذيك فوتو ملاك ارجع ما حبش ياخوها هي التقاها زينه عليك. خذ حاجه اخرى هزها. اي خليتها. هاي باش تطلع هذا نعملوا فوق. تختار بعد تحبها على الكامل والا شطط كيما السوي بالضبط. نصب زاد ما كتجي كما تعملوا لهم سوي. وليد في لا كونيكسيون سامحوني ماذا هذا الويتلت يعاونكم برشا في شنو ملاك. لا حاجه اخرى انت مختصه فيها في انك تولي ام اي اكسبيرت. انت تولي ام اي اكسبيرت وذاك اللي ذكرنا بالسوي. دونك مره اخرى تعمل السوي. اي باش تخدموا تصبوا في السوي نتاع الام اي. فما بروجي ان شاء الله باش نكملوه معاكم. هو كيفيه الحصول على شهاده المعلم الخبير المعتمد لدى مايكروسوفت. وما تتخرجوش اللي انت كي تاخذ الشهاده هذه راهو بالفعل وليت معلم خبير معتمد لدى مايكروسوفت. راهو نبيعوا في الكلام. هما يبيعوا الكلام واحنا زاد نبيعوا الكلام حتى احنا نجموا نبيعوا الكلام. واضح؟ ما ردتش كبر ما تفتروش راهي كلمة معلم خبير معتمد لدى مايكروسوفت راهو ماهيش سبب الفعل وليت مدرب معتمد. يلزم برشا خدمة على روحك. انت مدرب معتمد ماهوش بالشهادة هذه. المدرب المعتمد انت يلزمك تقول مع روحك انا نعطي الشهادة لروحي مدرب معتمد لدى روحي. روحك بالفعل على خاطر ما حكى ظهري مثلا ظهري زين. نهار اللي انت تولي تدرب في روحك بروحك وقتها انت وليت مدرب معتمد عالمي. والشهاده هذه
هي اسم رنان محلاه مزيان وواحد وكل، انا ما نصدقوش معناتها ما نكذبوش الكذبه ونصدقوها ونحبوا العباد يصدقوها معنا. دونك صحيح ان بروغرام مزيان محلاه تحصلنا عليه انيس العمودي وانا ومدام فاطمه الامل اللي هو اقوى درجه في مايكروسوفت وحاجه باهيه برشا وبرنامج. الحاجه اللي تتعلموها من مايكروسوفت اهم الشهاده هذيك هو الدروس والتدريبات الموجوده في مايكروسوفت ليرنينج. واضح. اهم الشهاده راهي ما تجي حد شك، خاطر يجيك واحد يكتب لك انا مدرب خبير معتمد لدى مايكروسوفت ويبدا يبيع، لا ماهوش يبيع هذاك، ماهوش يبيع. دونك انت ريت احنا من البارح اللي وريوني لكم البارح وقلت زخم من التطبيقات من المعلومات، صدقوني والله قطره من بحر، قطره من بحر. دونك سو ريتم هذا يولي لك ثقافه حياه. انت باش تخرج باش عندك دوده من الداخل تحب اكل الاكتشاف، حب الاكتشاف، حب التعلم الذاتي. توا الولات هي التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياه. انا في عمري هذا مشيت قايد في الماستر على شريك مخرج وتري، معناتها راهو باش تتعلم اي حاجه تتعلمها راهي حاجه باهيه ليك، وعمرك ما تقول انا وليت خبير في حاجه. راهو كان قلت الكلمه هذيك راك قضيت على روحك، راك حطيت انت سقف ليميت للروح. انا ماني خبيره في شيء، خبيره في حاجه واحده باش نتعلم لا في حبكم ترميني ما نعشقش هكا. ومن بعد شنو؟